لو كان كبرت 10 اضعاف زي ما احنا دلوقتي 10 اضعاف كمان الفتره اللي جايه، ايه الحاجه اللي مستحيل تتغير مهما كان الثمن؟ مبادئي وحط نقطه. امتى عرفت ان كيان بدأت تنجح؟ قبل ما ابدا كيان، يعني وانا بخطط له. امتى بتاخد القرار لوحدك ومش بتشارك حد بيه؟ لما اتحط في موضع ان ما ينفعش اكون انا شايف حاجه من زاويه الباقيين مش شايفينها، لازم هنا اخد القرار لوحدي، لان انا شايف صوره انت مش شايفه الصوره كامله، فبالتالي ازاي هشاركك في القرار؟ او اشارك الناس اللي مسؤولين عن الموضوع بس. هو ايه اللي وصل كيان للانجازات والنجاحات دي على مدار 3 سنين بس؟ انت عارفه، انت بتفكرني بالسؤال الترند، يعني اتسالت فيه كتير جدا. لما طلعت على قناه النهار اتسالت فيه، بودكاست بقيت اتسالت فيه. يا جماعه انا قلت موضوع احنا، مبدا احنا، فكره احنا دي هي اللي عملت الانجازات دي كلها. البيزنس بتاعنا معتمد على الباور اوف دوبليكيشن، معتمد على قوه الفريق، معتمد على ان احنا بنشتغل نجاحنا من نجاح بعض، انجازاتنا من انجازات بعض. دي نقطه هو القوه اللي موجوده في البيزنس عندنا. كنت عايزه اسال حضرتك يا كوتش علي، ازاي اكون ناجحه زي حضرتك؟ لا مش مالهاش علاقه. انت ممكن على فكره المبدا ده غلط، ما ينفعش ابقى عايز انجح زي شخص. الموضوع في شويه خطوات احنا بنمشيها. يقول لك طريق المليون جنيه هو عباره عن شويه خطوات، ففي شويه خطوات احنا بنمشيها نقدر ان احنا نوصل من خلالها بس، وان شاء الله تنجحي وتبقي احسن منك.